فاحنا هنفضل سايبينهم كده لحد امتى؟ هنفضل سايبينهم لحد امتى؟ بنشتكي منهم سلوكيا، وبنشتكي منهم علموا بلاء اللي هم فيها، وبنشتكي منهم ان هم ما بيذاكروش وما عندهمش حافز للدراسه، ما عندهمش تركيز. كل ده بسبب الحديده اللي ماسكينها في ايديهم، واحنا اللي سامحين بده. طيب انا دلوقتي يا ماما بيضربني، يا ماما الحقي مش عارفه اخويا بيعمل لي ايه، يا ماما اختي مش عارفه بتعمل لي ايه. خد يا حبيبي الموبايل اهو واقعد شويه ساكت بقى. بيزن، خد يا حبيبي التليفون اهو. مش عارفه طلباته كتير، خد يا حبيبي الايباد العب عليه شويه. مش عارفه مش عايز يذاكر وطب وضحك عليك شويه وقال لك انا طب هلعب نص ساعه وبعد كده اديهوله وانت نسيتي. سحبت نص ساعه، ساعه، ساعتين، ثلاثه. انا جات عليا اوقات شفت ناس والله العظيم سايبين ولادهم الساعه 2 و3 بالليل. انا على فكره ولادي كانوا جات عليهم مرحله وكنا كده، وخاصه في اجازه الصيف. بس حجمت الموضوع لما لقيت الولاد تركيزهم بيقل، ولقيتهم الكلام بس بكلمهم مش سامعيني، والله العظيم ما سامعيني، بكلمهم مفيش تركيز اصلا. فحجمت الموضوع، وربنا الهمني كده ببرنامج اسمه فاميلي لينك. دخلت عليه وعلى ايباداتهم، وعملت تحكم من عندي من ما اكون بره او حتى في البيت. محددها لهم على ساعه في اليوم، مجرد ما الساعه تخلص يروح الايباد قافل خالص، قافل خالص، ولا يعرف يتصل ولا يعرف يتكلم ولا يعرف يبعت اي حاجه، غير بس اللي ظاهر له نسبه الشحن واللي هو متوصل بالواي فاي والساعه بس. بيبقى عامل معاه زي البوصله الهامده، مش عارف يفتح ولا يتحكم فيه. فاحنا نحد من الموضوع ده علشان خاطر مصلحتنا ومصلحه ولادنا. وحتى الكبار كمان قللوا منه على قد ما تقدروا، لان فعلا انت حتى الكبار هتلاقي مفيش تركيز، صداع، عينك بتوجعك، ظهرك، رقبتك، كتفك. ليه؟ بسبب القعده عليه، بسبب الفرجه على حاجات كتير، عمالين نتنقل من صفحه لصفحه، من ميديا، من فيسبوك ليوتيوب، تيك توك، انستا، كله. فكله مضر. فانت لو حدنا من الموضوع دوت وقللنا منه شويه، احنا المستفيدين وولادنا المستفيدين اكتر. فكل ما تحكمنا في الموضوع كل ما الولاد كانت احسن. هتلاحظي بعد ما توقفي الولاد هيبقوا مزمزقين يعني عندهم ملل شويه. واحده واحده هيتعودوا، واحده واحده هيبداوا يركزوا، واحده واحده هيبداوا يرجعوا ياكلوا كويس، واحده واحده هيناموا بدري، هيقوموا بدري. اشغليهم بحاجات تانية. فين صليت، شلت هدومك مكانها، نظفت اوضتك، ذاكرت،